في الفيديو ده هقولك على خطوات حقيقية لرفع تقديرك لذاتك وتغيير حياتك للأفضل. كم مرة حسيت إنك مش كفاية، أو إنك مش جميلة، أو إنك مش ناجحة، أو ما تستحقيش حاجات حلوة كتير في حياتك؟ التقدير الذاتي مش معناه الغرور، لكنه احترامك لنفسك وتقديرك لقيمتك حتى لو فيك عيوب. لما يكون عندك تقدير ذاتي هتكوني أقوى، قراراتك أحسن، اختياراتك أفضل، مشاعرك مستقرة، ومش هتخافي من رأي الآخرين فيكي. في الفيديو ده هشارككم خطوات حقيقية عملية، مش مجرد كلام، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا زر الجرس. رقم 1، اعرفي نفسك. ازاي هتثقي في حد انتي مش عارفاه؟ انا عايزاكي تطوري من نفسك، تشتغلي على نفسك عشان تبقي فخورة بنفسك. اكتبي لستة فيها مميزاتك وعيوبك. ممكن تكتبي مواقف، او لو مش عارفة ممكن تسألي حد من اللي حواليكي. بالنسبة للعيوب هتكتبي عيوبك علشان خاطر تشتغلي عليها. تاني حاجة، خلي بالك من جسمك ومنظرك ونظافتك. مظهرك الخارجي هي اول حاجة الشخص بيشوفها، ده حتى هيحسسك ان انتي حابة نفسك اكتر. تخيلي نفسك قاعدة جنب حد ريحته مثلا مضايقاكي. انتي لما بتشتري كتاب، ايه اول حاجة عينك بتقع عليها؟ هل محتواه ولا شكله من بره؟ 3، بطلي المقارنة والغيرة من الآخرين. السوشيال ميديا بتورينا حياة الناس المثالية، وده دايما بيحسسنا ان احنا مش كفاية. مقارنة نفسك بغيرك بتدمر تقديرك بذاتك، لانك بتقارني نقطة ضعفك بنقطة قوة حد تاني. اصل دايما في حد اجمل، في حد انجح، في حد اغنى، لكن كمان في حد بيتمنى انه يكون زيك. ومفيش حد بيتاخد من حد، ولا رزق بيتاخد من حد، وانت كمان مش عارفة ظروف الاشخاص الحقيقية دي ايه. قارني نفسك بنفسك، شوفي انت كنت فين وبقيتي فين، وخلي عيونك اجمل، بتشوف كل شيء جميل، وبتروح كل مكان تستمتع بيه مهما كان بسيط. بتستمتع باصغر التفاصيل، الزرع والسماء والنجوم والعصافير. 4، بطلي ترضي الناس على حساب نفسك. حطي حدود، وتعلمي ان يكون ليكي موقف وقولي لا. اوقات بنوافق على حاجات بنكون مش عايزينها علشان خاطر بس الناس ما تزعلش مننا، وان محدش يقول عليكي نادلة او تنكة او متكبرة، لكن ده بيقلل جدا من تقديرك لذاتك. قولي لا، وحطي حدود لكل حاجة من البداية عشان الكل يحترمك، واحترمي وقتك ومشاعرك علشان الكل يحترمها. تعاملي مع الفشل بطريقة صحية. يا ستي ما تفشلي، على الأقل هتبقي خبيرة في الفشل، وتقدري تنصحي غيرك بكل الأخطاء اللي انتي وقعتي فيها دي علشان هما ما يقعوش كمان فيها. واعرفي ان أقوى انطلاقة ليكي هي اللي بتكون بعد الفشل، لأن الفشل هو اللي بيعلم مش النجاح. فما تقعديش تقولي أنا فاشلة، قولي أنا لسه بتعلم وبجرب. 6، خرجي الناس السلبية من حياتك. مش كل الناس تستحق وجودها في حياتك، واحترامك لنفسك بيبدأ من اختيارك للناس اللي حواليكي. تقديرك لذاتك بيخلي ثقتك الداخلية بنفسك عالية. مش أي ناس أنا بقعد معاهم، ولا أي شلة ما بتعملش غير النميمة أنا بصاحبهم. شوف إن قيمتك أعلى من كده بكتير. انت كوين، ومفيش كوين بتضيع وقتها مع أي ناس وخلاص. 7، خدي قراراتك بنفسك. لما تسيب الأشخاص تختار لك كل حاجة، تقديرك لذاتك بيقل. لما تروحي مكان أو مطعم وصحابك أو جوزك أو أي حد معاكي يسألك تاكلي إيه وتقولي أي حاجة، ممكن هناك تاكلي حاجات تكوني أصلا مش حباها. اختاري المكان اللي تخرجي فيه، واختاري لبسك بنفسك من غير ما تقعدي تسألي 50,000 واحد عن رأيه في لبسك. لما تاخدي قرارات بنفسك هتحسي إنك أقوى، وإن ليكي رأي، وإن رأيك مهم. لو حسيت إنك مش كفاية، افتكري إنك الشخص الوحيد اللي هيعيش حياتك، فلازم تعيشيها بالطريقة اللي تحبيها، مش بالطريقة اللي الناس متوقعاها منك. التقدير الذاتي رحلة، ومع كل خطوة بتاخديها هتحسي بقوتك الحقيقية. انت كفاية، وانت تستحقي كل الخير. لو وصلتوا لحد هنا حطولي قلب أحمر في الكومنتات، وقولولي ايه أكتر خطوة عجبتكم وهتطبقوها. أشوفكم الفيديو الجاي.